السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا. هنتكلم عن بيت العيلة، ازاي اسكن في بيت عيلة واعيش حياة سعيدة بدون مشاكل. موضوع مهم جدا جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، بس ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا جدا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. موضوعنا النهارده مهم قوي قوي قوي، عشان كده حبيت ان انا اتكلم فيه. مبدئيا وقبل اي حاجه، في ناس كتير قوي عندها رعب من بيت العيله. كل الامهات وكل العرايس اول ما يعرفوا ان العريس عنده شقه في بيت العيله بيحصل لهم رعب. خلاص بنتي هتعيش حياه تعيسه، هتعيش حياه كلها مشاكل. لا يا جماعه، مش كل بيوت العيله فيها مشاكل، بالعكس خالص. في بيوت عيله كلها حب وكلها رقي ودين وناس في قمه الاحترام. مش كل بيوت العيله فيها مشاكل، تمام. وطبعا لو كان قدامك الاختيار انك تسكني في بيت عيله او تسكني بره، اكيد هنختار ان احنا نسكن بره. بس لو خلاص مفيش، هي دي الشقه بتاعته والشقه في بيت العيله، فمفيش مشكله خالص. هنتبع قواعد مهمه جدا هكلمك عليها دلوقتي، وان شاء الله باذن الله هتعيشي حياه سعيده جدا جدا في بيت العيله، وهتسيبي اثر طيب في كل مكان تقعدي فيه. طيب، اول قاعده معانا القاعده المهمه جدا جدا، وهي الخصوصيه. يعني ايه؟ يعني كل حاجه حصلت جوه شقتك بمجرد ما تطلعي من باب الشقه محدش يعرف عنك حاجه. زعلتي انت وجوزك، حصل ما بينكم مشكله، بات في الصالون، بات في البلكونه، في اي حاجه حصلت ما بينكم بره باب الشقه ما تطلعش. وده مش الكلام ده مش بس لو انت هتسكني في بيت عيله، الكلام ده لكل اتنين متجوزين حتى لو هيسكنوا بره. ليه بقى؟ لان ممكن لما تحكي قدام حماتك مثلا وتقعدي تقول لها ان حصل كذا وكذا وكذا وكذا، فمن الطبيعي هي كأم، ومش كل الحموات زي بعضها. في حموات دماغها كبيره جدا جدا وعارفه ان ابنها عصبي وعارفه ان ابنها بيغلط، وفي امهات تانية بتشوف ابنها ملاك ملاك ملاك، جناحاته بترفرف كده جوه الشقه وما بيعملش غلط. فعشان ما تزعلش منك وما تشيلش منك، حاولي تظهري الحاجه الحلوه بس، والحاجه السيئه ما تظهرهاش. فكل اللي بيحصل في شقتك بره باب الشقه محدش يعرف عنه حاجه. الخصوصيه دي اول قاعده معانا. طيب، القاعدة التانية كتر الكلام. الكلام الكتير جدا، ماما عملت، اخويا سوى، اختي عملت سوت، رحنا وجينا. كتر الكلام ده غلط جدا جدا، لان ممكن انت يكون قلبك طيب قوي فبتفتحي قلبك قوي على الاخر وبتبتدي تتكلمي كل الكلام وعن عيلتك وعن حياتك وايا كان مشاكل انت مريتي بيها، وانت مش ضامنه الانسان اللي قدامك بتسمع الكلام ده ازاي، وممكن تختصر كام جمله وتشيلهم لك بقى اول ما تحصل مشكله تقول لك فاكره لما قلتي كذا. كتر الكلام غلط غلط غلط. نحاول نخلي كلامنا قليل جدا. دي برضو قاعدة مهمة جدا جدا في بيت العيلة، تمام. يبقى اول قاعدة معانا هي الخصوصية، حياتنا بره باب الشقة ما تطلعش. القاعدة التانية نقلل الكلام الكتير، تمام. طيب، القاعدة التالتة بلاش اضيع كل وقتي تحت في بيت العيله. يعني دايما اخليني ولا اني مش بنزل خالص ولا اني اكون قاعده طول النهار تحت. لازم ادي شقتي وقتها، والكلام ده من الاول، لان في ناس بتتعود في الاول تنزل كتير قوي قوي، وبعد كده لما تبتدي ما تنزلش كترت عليها المسؤوليات، بقى معاها بيبي، ففي الوقت ده بيقولوا لها انت اتغيرتي وما بقيتيش زي الاول وما بقيتيش تنزلي. فدايما يكون نزولك ولا هو كتير جدا تحت ولا هو قليل خالص. تكوني موجوده بشكل محترم، لابسه اسدال شيك او عبايه شيك وعليها طرحه، لان وارد جدا في بيت العيله اي ضيف يجي على فجاه اخو جوزك يدخل، فتكوني لابسه لبس بما يرضي الله، عبايه محترمه عليها طرحه او اسدال، تكوني جاهزه ان ممكن اي حد يدخل من الباب وانت قاعده، تمام. مهمه جدا جدا ان احنا نتبع الخطوات دي. النقطه الرابعه والقاعده الرابعه عدم المقارنات. الموضوع ده مهم جدا 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 فوق ما تتخيلوا، لان المقارنه بتخلي حياتكم كلها تبوظ. اخوك جاب لمراته، اخوك خد لمراته، اخوك فسح مراته، اخوك جاب لها، دي جابت ذهب، دي جابت هدوم، ماليش دعوه خالص. كل انسان في الدنيا ليه رزق خاص بيه. يمكن ربنا مديكي حب في جوزك هي مش واخداه، فاياكي ثم اياكي بالمقارنات. لا دي دعوه اشتري لها تلاجه، ولا هي دعوه اشتري لها ذهب، ولا هي دعوه خالص. اكتر من مبروك وبس. بلاش 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 انكم
تدمروا حياتكم بإيدكم، لأن المقارنات دي من أسوأ شيء. حتى لو مش في بيت عيلة، على فكرة المقارنات دي بتدمر حياة. رقم واحد هتحسديها وتأذيها في حياتها. رقم اتنين انت مش هترتاحي، لأن دايما شايفة اللي عندها أحسن من اللي عندك، أو اللي عندك أحسن من اللي عندها. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. بلاش مقارنات. تمام؟ يبقى أول حاجة معانا هي الخصوصية، ان كل اسرارك اللي جوه شقتك ما تطلعش بره باب الشقه. رقم اتنين قله الكلام. مهم جدا ان احنا ما نقعدش نتكلم في اي حاجه. رقم ثلاثة ان احنا نحاول نديهم الوقت المناسب، وندي لنفسنا الوقت المناسب. ما نقعدش طول الوقت تحت ولا ما ننزلش خالص، يكون نزولنا معتدل. ورقم أربعة المقارنات، ما تقارنيش حاجه بحاجه. هنقول ان في اتنين اختلفوا في البيت، سلفتين اختلفوا في البيت او ايا كان، وحبوا يشاهدوكي، او انت شفتي او ما شفتيش. دايما تمشي على قاعده لا ارى لا اسمع لا اتكلم. يعني ما تحاوليش انك تقولي لا حصل او ما حصلش. يعني حاولي انتك دايما تطلعي كلمه طيبه او تسكتي. كلمه طيبه او تسكتي، لان ممكن تطلعي كلمه هتأذي عيله او هتأذي العيله التانيه. فلا تقولي ده ولا تقولي ده. خليكي دايما ما تطلعيش الا الكلمه الطيبه منك. دي مهمه جدا جدا جدا. دخول عند سلايفك يكون قليل قوي. خلي دايما قعودك في بيت حماتك تحت، ده اهم كتير جدا، علشان ما نقعدش بقى مع بعض ودي تطلع اسرارها ودي تطلع اسرارها، ونبقى اصحاب في فتره والفتره التانيه ما اول ما نقلب مع بعض كل واحده تطلع اسرار التانيه. فدايما دايما خلي قعدتك كلها عند حماتك. دايما وانا قاعده بتكلم ما طلعش الا الكلمه الطيبه وما طلعش الكلمه السيئه. ما حاولش ان انا احكم على حد، اتريق على حد. عندي كلمه كويسه اقولها، ما عنديش كلمه كويسه ما اقولهاش. لو اتبعتي الخطوات دي حياتك هتكون سعيده، مش هيكون في مشاكل. هتفضلي محبوبه ما بين الكل. لو فكرتي انك توسعي على نفسك او تخرجي من بيت العيله، هتلاقي كل الناس بتعيط عليكي، ودايما يقولوا عاشت وقعدت ومشت ومحدش سمع صوتها، ما عملتش مشاكل مع حد. دايما هتكوني محبوبة من الكل، من حماتك ومن كل الموجودين. فدي حاجة مهمة جدا 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 لازم تفهموها. عشان تعيشي في بيت العيلة لازم تتبعي القواعد دي عشان تعيشي حياة سعيدة. وده الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجبكم وتكونوا انبسطتوا منه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو وشير عشان الكل يستفيد. واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا جدا الاشتراك في القناه. كان معاكم اميره عيد من قناتي ومملكتي، مملكه سندريلا. بحبكم في الله.